حلو. مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم إلى وكالة الميقات الأنباء. حلقتنا هذا اليوم مع السيدة لمياء الأسدي، مرشحة لانتخابات مجلس النواب العراق. سيدة لمياء، أهلا وسهلا بك. بداية حدثينا، من هي السيدة لمياء الأسدي؟ لمياء ناصر كريم، مواليد 1990. طبعا تخرجت من كلية كربلاء قسم علوم اقتصادية، وكذلك يعني عملت في عدة مشاريع، منها مؤسسة العين، وفي شركة الحجوزات والطيران، وفي جامعة الصفوة أستاذة جامعية، ومديرة علاقات عامة في قناة الرقمية نيوز. نعم. ما هي الكتلة التي تم الترشيح لها سيدة لمياء؟ هي كتلة ائتلاف الحق الوطني برئاسة الدكتور الشيخ خالد الأسدي. نعم، زين. شنو الأسباب اللي خلاش إنه ترشحين إلى المجلس النواب؟ كل إنسان وله سبب إنه يرشح، أكيد يعني سبب إنه أخدم المجتمع وخدمة مدينة كربلاء صورة خاصة. نعم. هل هناك مساعدات إنسانية وغيرها قدمتيها للمواطنين أهل كربلاء؟ طبعا أكيد، يعني وايد ناس، يعني عوائل متعففة، أرامل، مطلقات، أطفال محتاجين، هواي قدمت مساعدات الناس. الحمد لله. ذكرتي انه ائتلاف العمق الوطني، هل هناك لديكم تحالفات اخرى مع الاحزاب السياسيه؟ لا فقط تحالف العمق الوطني؟ صراحه انا اتكلم عن نفسي انه انا عندي فقط ائتلاف العمق الوطني، وهو حزب دعاة الاسلام. حزب دعاة الاسلام. كلمه اخيره يعني وكاله الميقات الانباء. طبعا شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء الرائع، وانا اتشرف بكم. شكرا جزيلا ستنا. يا اهلا. مشاهدينا الاعزاء، ونلتقي مع شخصيه اخرى من شخصيات المرشحين انتخابات مجالس النواب العراقي. في امان الله.